في وسط المغرب داخل أزقة مدينة صغيرة كانت الحياة تبدو طبيعية وهادئة، حتى دخلت هداه وهي شابة في 22 من عمرها، تحمل قصة مليئة بالتحديات والألم والصبر. تنتمي هداه إلى إقليم الحوز، وقد نشأت في عائلة متواضعة للغاية. كان والدها مزارعا يعمل في الأرض لسنوات طويلة، بينما كانت والدتها ربة منزل كرست كل جهدها لتربية أطفالها. منذ صغرها كانت هداه تتميز عن أصدقائها، حيث كانت هادئة تفكر كثيرا وتحلم دائما بالاستمرار في التعليم لتحسين أوضاع عائلتها. في صيف 2019 حدث شيء غير مجرى حياتها تماما. بينما كان والدها يعمل في الحقول، وقع حادث مأساوي أدى إلى وفاته. سقط خبر وفاته كالصاعقة على أفراد الأسرة. في لحظة فقدت هداه الدعم وفقد منزلها مصدر دخله الوحيد. كان الحزن شديدا، ولكن كانت المسؤولية أكبر. بالرغم من صغر سنها وجدت هداه نفسها تواجه أعباء لم تكن مستعدة لها، ومع ذلك اتخذت قرارا حاسما: لن تتخلى عن حلمها في مواصلة التعليم بالرغم من الصعوبات. كانت تؤمن أن العلم هو السبيل الوحيد لإنقاذ أسرتها من الفقر. كل صباح قبل شروق الشمس كانت هداه تستيقظ وتبدأ رحلتها الصعبة إلى المعهد في مراكش. كانت تسير مسافة طويلة تستغرق حوالي ساعتين، سواء في برد الشتاء أو حرارة الصيف. غالبا ما كانت تصل متعبة وجائعة، لكن عينيها كانت مليئة بالعزيمة. كانت تردد في نفسها: هذا التعب مؤقت، أما الحلم فسيبقى. مرت السنوات ووصلنا إلى ديسمبر 2021، ذلك اليوم الذي انتظرته طويلا. بعد جهد كبير وسهر طويل نجحت هداه في امتحاناتها وحققت حلمها بالانتقال إلى جامعة الرباط. في ذلك اليوم دمعت عينيها، ليس فقط من الفرحة، بل لأن نجاحها كان انتصارا لروح والدها الراحل وأمها التي تحملت الكثير، ولطفولتها التي مرت بسرعة. لكن الحياة لم تمنحها الكثير من الوقت للاسترخاء. في بداية 2023 مرضت والدتها بمرض خطير واضطرت للدخول إلى المستشفى عدة مرات. عاشت هداه صراعا داخليا قاسيا بين التخلي عن الدراسة لتكون بجانب والدتها أو متابعة مشوارها. بعد ليال من التفكير والبكاء قررت أن تستمر، وكانت مقتنعة بأن نجاحها هو أفضل طريقة لتكريم والدتها. اليوم في عام 2025 تواصل هداه دراستها بثبات برغم كل الألم الذي عانت منه. تذكرنا قصتها بأن القوة الحقيقية تأتي من الإيمان بالهدف حتى في أصعب الظروف، فالتحدي ليس نهاية الطريق بل هو بدايته. رسالة هداه واضحة ومنيرة: لا تدع الظروف تأخذ حلمك، لأن الشخص القوي قادر دائما على إعادة تشكيل مصيره.